هاد المقدمين وهاد الشيوخ اللي كيديروا هاد الكوارث، اللي كيمشيو للعيالات اللي ميتين هما الراجل مات وخلى مراته بوكوصه زوينه باقيه صغيره، وكيمشي المقدم يتفلى عليها يقول لها زيدي تقصري معايا باش نعطيك القفه. واش انت عندك شي قفه اللي غادي تعطي؟ اي والله جاوبوني المقدمين ديال المغرب كاملين، جاوبوني واش عندكم نتوما شي قفه اللي غادي تعطيو للناس باش كتقولوا لهم هذا الكلام هذا الخايب. انا كيعيطوا عليا العيالات في التليفون، حق لا اله الا محمد رسول الله، كيقولوا لي ها شنو داروا لنا المقدمين في المدينه الفلانيه في المدينه الفلانيه. هذا الشيء راه ماشي معقول، هذا الشيء ما كيبغيش الله تعالى. باش نقول لكم الواقع، هاد القياد يخص اللي كيسيروا هاد المقدمين يخص يقولوا لهم خدموا المعقول وخدموا ارض الوطن بالصدق ولا سيروا بحالتكم. هاد الشيء اللي كنعرف انا، من غير هاد الشيء راه ما كنعرف حتى حاجه. انا كيعجبني المعقول، انا ما نقدرش والله لا عطاني خاطري نمشي نتفلى على شي بنت الناس نقول لها زيدي تقصري معايا. انا قدرت ندير الخير غادي نديرو لوجه الله تعالى. عندي الزوجه ديالي الله يجعل شي بركه، زيدي تقصر معايا زيد. اش هاد التخربيق هذا؟ اش هاد الاسلوب ديال هاد الكلام هذا؟ فين وصلنا؟ هاد الشيء هذا راه ما كيتقبلوش العقل. انا كنت انا شي مسؤول ولا كنت شي قاضي ويجيبوا لي شي مقدم يقولوا لي هاد السيد هذا راه مقدم كيتفلى على شي انسانه، والله حتى نحكم عليه بواحد 60 عام ديال الحبس واخا ما كايناش في القانون، وحق الله العلي العظيم. انا شوف فاش كنشوف شي انسان ولا شي انسانه كتحقر، راه الدموع كيبغيو يهبطوا ليا، لان القلب ديالي رطب وقلبي بيض، راه ما كنحملش الحقره. الصراحه هي هذه، الواقع هو هذا. شوف اللي ما بغاش الواقع يضرب راسو مع الحيط. الصلاه على النبي.